معنا أسرة مصرية جاية تنتخب في السفارة القطرية. حابب نتعرف على حضرتك. محمد عبد النعيم. حضرتك جاي النهارده ومعاك أطفالك الصغيرين، فإيه الرسالة اللي حضرتك عايز توجهها لأطفالك النهارده؟ يعني نعرفهم الانتماء للبلد وأهمية المشاركة في الانتخابات. طب حضرتك إحساسك النهارده أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير؟ يعني الحمد لله، يعني دي من نتائج الثورة، وكلنا إن شاء الله متفائلين إن الوضع يبقى أحسن إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله الانتخابات المصرية في مصر هتكون بعد 10 أيام. في حاجة تحب تقولها للمصريين اللي هينتخبوا في مصر؟ أدعو الناس كلهم إن هم يشاركوا في الانتخابات، والتوفيق إن شاء الله للمرشحين كلهم. ممكن أسأل حضرتك هتنتخب مين؟ إن شاء الله دكتور عبد المنعم أبو الفتوح إن شاء الله. شكرا يا فندم. اسمك إيه؟ آلاء محمد. عايز تنتخبي مين يا آلاء؟ بابا هينتخب مين النهارده؟ مش عارف. طب أنت عايزة مين؟ أنت تعرفي مين في المرشحين؟ وأنت اسمك إيه؟ طه محمد. طه محمد. هتنتخب مين يا طه؟ معرفش. طيب لما تكبر تنتخب ولا مش هتروح الانتخابات؟